يا خبر اسود ومنيل، مصر هتخرج من كوت ديفوار خلاص. هنلاعب الافيال، دول بيكسبوا بالثلاثه وبالاربعه وما خسروش ولا ماتش في البطوله. كده مصر خلاص ودعت افريقيا خلاص. لا استنى، عندك منتخب مصر هيفوز على منتخب الكوت ديفوار وهياخد افريقيا السنه دي كمان. لو انت دلوقتي بتقول نفس الكلام ده وخايف ومرعوب من منتخب الكوت ديفوار، تعال احكي لك حاجه صغيره هتخليك متفائل وهتقتنع ان البطوله السنه دي بتاعتنا ان شاء الله. شايف الفيل ابو زلومه الكبير قوي اللي هناك ده؟ احب اقول لك رغم ان هو صعب وضخم كده وكبير، بس وشه حلو قوي علينا. كل ما بنقابله في افريقيا بنكسبه وبناخد البطوله. منتخب مصر قابل منتخب ساحل العاج في افريقيا 4 مرات، ومنتخب مصر يعتبر هو عقده الكوت ديفوار في افريقيا. مصر واجهت منتخب الكوت ديفوار سنه 98 وقدرت تفوز عليها بضربات الجزاء. ومش بس كده، مصر خدت البطوله ساعتها كمان. مش بس كده، منتخب مصر واجه برضه منتخب كوت ديفوار في 2006 ورزعناهم حته ادتني علقه رباعيه، وبرضه مصر خدت البطوله ساعتها. قابلناهم برضه في 2008 ورزعناهم نفس الاربعه، وبرضه مصر كسبتهم وخدت برضه البطوله ساعتها. لكن في 2021 قابلنا منتخب الكوت ديفوار برضه وقدرنا نفوز عليهم، بس ربنا ما كرمناش، وصلنا النهائي وما خدناش البطوله. بس دايما منتخب مصر عنده تفوق على منتخب ساحل العاج وعامل لهم عقده كبيره كمان. انا قلت لك لما بشوف الفيل ابو زلومه ده بتفائل قوي. هو يبان ان هو ضخم ومرعب ويخوف، بس انا ما بخافش منه، هو اللي بيخاف مني. انتوا بقى اكتبوا لي في الكومنتات توقعاتكم لمباراه مصر والكوت ديفوار. تفتكروا منتخب مصر هيعملها؟ ان شاء الله يعملها. اكتبوا لي في الكومنتات مصر هتسجل كام جول قدام الكوت ديفوار.